نكمل يا ريس، وأتمنى إن المرة دي تكون سامعني، والبطانة اللي حوالين حضرتك يكون عندهم الأمانة الكافية إنه يبعتوا لك الفيديو، وإنت بصدر رحبة وبعقلك الكبير تفهم اللي أنا بقوله، لأنك إنت من الذكاء إنك إنت فاهم وعارف إن قيم المجتمع هتختفي وتنحدر لو ما تمش تقدير التعليم. ما جيش بعد كل العذاب ده كله ألم كنز وبلاستيك واصبر سنين وارفع قضية واجري 5 سنين من مجلس الدولة المفوضين واتعذب، والمحامي علشان ما عطيتلوش فلوس اللي هو كان عايزها يخليني اجري من هنا واروح هنا واروح اعمل كده. ماشي، وقعد 10 سنين والشغل مش عيب، مش كده، انما انا تعبت من حقي اخد حقي. 10 سنين اشيل صندوق فريسكا واطلع وانزل من النجيلة على الرملة، ومن الرملة على النجيلة في عز الشمس عشان اوفر قرش، عشان يوم من الايام لما ارجع الكلية ابقى لا صرفت على الاعتذارات. جيت بقى لما جيت في كورونا والعميد الكلية اتلهى في نصيبة بعيد عني، منه لله والله العظيم، منك لله يا احمد يا هندي، والله ماليش دعوة، انا بيني وبينك ربنا وقانون، حسب الله ونعم الوكيل فيه. تمام، كل الناس عارفين قد ايه حقوق اسكندريه من الشراسه والجبروت، ان هم يقول لك ايه، اصل احنا شهاده عالميه، لو معاك انجليش ممكن تشتغل في دبي، ممكن تشتغل في يوروب، في امريكا، في كده. لا، ده احنا كنا في مجلس تأديب، ده احنا كنا في معتقل، ما فيهوش رحمه. لكن كل عميد كليه كان بيستغل وظيفته، انه جيراني وحبايبي والمجتمع والناس، لكن الغلبان ابن الكلب ياخد بالجزمه كهو متعود. يا ريس، ما ينفعش بعد العذاب ده كله يجي واحد مسجل ولا بتاع برشام ولا واحده صايعه تيجي تقول لي انتي واخده لسانس حقوق. لا بجد عندها حق. لما رئيس دولتي يروح يطلع اللي هم الغارمين، معلش طلعهم على راسي، حقهم وظروف مش عارف، وانا فين يا ريس؟ ما انا من ضمن الشعب، من ضمن اللي سفوا التراب عشان يكونوا. انا انتخبتك واتشتمت وتهزقت وبعدين ما حدش يقول لي بقى ما حدش قال لك لا، انتخبتك وليه حق عندك، انت رئيس جمهوريتي والمسؤول على دعم التعليم والمتعلمين والقيم. في زمن عبد الناصر ولا في زمن السادات، الزعماء الاثنين اللي انا اعتبرتك مكمل ليهم وافضل منهم، ام سوري، كانوا بيحترموا بيقدروا المكافح. انا عايزه تقديري، انا عايزه تعبي وشقايه، عايزه كارنيه نقابه مع احتفاظي بالمعاش، لان مفيش حد عاقل مع الغلا والغباء اللي احنا فيه هيقدر يتنازل عن المعاش، لان عيلتي ما بيورثوش بيت. يعني انا ما خدتش ورث، يعني انا دلوقتي حتى الفلوس اللي معاش مسحوب على بنك ناصر، ما اقدرش استغنى عنه لاني واخده منه قرض. يا ريس انا ليه عندك حق، انا عايزه كارنيه نقابه مع احتفاظي بالمعاش، حق تعبي ومكافحتي علشان ابقى مواطن صالح كويس منتج. عايز يبقى حاجة في الوقت اللي انت عندك انت شوجري بقى على السوشيال ميديا خلى المتعلمين ضربوا نفسهم بالجزمة انه اتعلموا. عندك محمد بتاع عامل النظافة اللي طلع وعمل نفسه بروماجندا، والمتعلمين مش عارفين شقيانين وتعبانين وبيصفوا التراب وبيصروا الليالي عشان يتعلموا، وفي الاخر يجي حسالة المجتمع يقولوا لي انتي لسانس حقوق. لا صح، عندهم حق، عيبه، انا ليه عندك حق. وساعتها لو ما خدتش كارنيه النقابه، لا معلش حقي، انا بنت البلد دي، ابا عن جدا عن جدودي مصريه. انت عطيت الجنسيه المصريه لناس كتير يستحقوا، مبقاش انا مصريه ما اخدش تقدير تعبي. انا اروح لمين؟ يعني اروح لمين؟ رد لي اعتبار يا ناس، عايزه كارنيه النقابه مع احتفاظي بالمعاش، لان ما اقدرش استغنى عن المعاش.